السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم فيديو ديال الذره المعلبه، وللامانه غنعطيكم جميع التفاصيل كيفاش حتى طابت وكيفاش حتى احتفظت بها. اول حاجه بغيت نقول شكرا كاع اللي دخل عندي جديد واشترك معايا، وشكرا اللي كانوا قبل ودعموني، واللي غيشوف اول مره الفيديو ديالي نتمنى تشتركوا عندي وديروا لي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. نمشيو على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير: اول حاجه عندي كاس ديال الذره اللي كنديروا بها القليه اللي جافه، غنديرها في واحد البانيو وغنزيد عليها 4 الكيسان ديال الماء. نفس الكاس باش خديت الذره غنعبر به الماء حتى نعمر هذيك الذره كامله ما تبقاش تبان. هانتوما المثلين واصل، يعني فايتها في سميتو في العلو. غنزيد عليها معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال خميره الحلوى، خميره كيميائيه بيكن باودر. غنخلط هذاك الشيء مزيان وغنحتفظ بها لمده 3 ايام باش تشرب مزيان داك الماء وطيب. انا احتفظت بها بحال الحمص ولكن خليتها 3 ايام، سديت عليها وخليتها في واحد القنت. المهم هنايا غتشوفوا معايا من بعد ما دازت 3 ايام غنجيب العلبه ديالي وغنحلها. غنلقاها بهذا الشكل. شديتها غسلتها من داك الماء مزيان وصفيتها ودرتها في الكوكوط. غتشوفوا هنايا بانني عضيت وحده، يعني رطابت ما بقاتش قاصحه في الاول. درتها في الكوكوط ديالي وغنزيد عليها الماء. حاولوا تعمروا الكوكوط مزيان حيت داك الماء غتحتاجوه من بعد، وباش طيب لكم في داك الماء ماشي هذا تنشف وتعاودوا تزيدوا ماء اخر، غير وفروا الماء مزيان وسدوا عليها الكوكوط وخليوها. انا خدات معايا الساعه ديال المكانه، ساعه باش طابت لي ديك الذره. ملي حليتها لقيتها صافي طابت. غنسد على الكوكوط هنايا وغندير الصفاره وغنخليها على العافيه متوسطه، ماشي مرتفعه ماشي مهيله. هانتوما من بعد ما طابت هانتوما الشكل كيفاش جات. غناخذ معكم وحده هكا، راها ولات هاريه، يعني كتبرك عليها هنا طايبه كتاكلها طايبه. هي ما كتجيش بحال الذره المعلبه اللي تنشريوها، حيت هذه كياخذوها بالكبال. يعني الا كان عندك داك الكبال باقي طري راه تجيك بحالها، ولكن الا خديتي هذه اللي تنصايبوا بها القليه راه ولكن دايزه كتجي زوينه تصايبي بها السلطات. خديت هنايا القراعي، عندكم قراعي ديال الزاج، ودرت واحد الكاسرونه درت فيها الماء حتى يغلى مزيان، وغندير فيها الغلايق وغندير فيها القراعي حتى هما باش نعقمهم باش نقدر نحتفظ بها خارج الثلاجه. اما الا كنتو باغيين ديروها في الثلاجه تقدروا. هانتوما راه انا مع كنت غسلتهم بماء بارد، كنحط وحده غير بشويه باش ما خفتها لا تفرقع ولا شي حاجه، غير كنحطها تتقيس ديك السخونيه عاد تنكمل. هنا خدات لي غير 2. لا كان عندكم الاناء شويه واسع راه ديروهم كلهم، ولا كانت عندكم قرعه كبيره ديروا فيها بمره. انا هاد الكميه ديال الكاس ديال الذره عطاني ثلاثه القريعات. راه دغيا كيتحيد هذاك لومبالاج اللي برا، داك الكويغطات اللي ملاصقين غير كيخصهم الماء سخون كيبدا يتحيدوا. كنجيب هنا واحد المنديل اللي نظيف وكنقلب عليه دوك القريعات بلا ما نقيس الوسط. انا درت معلقه وقلبتها الوسط ديالهم ما تعقيسوهمش حيت دابا تعقموا. صافي كنقلبهم باش يتسقطروا ليا، وحتى الغليق ديالهم حتى هما كنقلبهم. ملي هنايا خليتهم تسقطروا وبردوا كنجيب ديك الذره ديالي وكنبدا نصفيها نعمر القريعات. كنعمرهم كلهم. هنا قلت لكم عطاوني 3 القرعات من هذا الحجم. تبارك الله راه كتعطي الخير. المهم ديروهم في السلطات ديالكم مع الطون مع لي بات تستعملوها في كل شيء. اللي كيبغيها حلوه يزيد السكر، انا ما درتش ليها السكر. الا درتو بزاف وباغيين تحتفظوا بهم مده طويله غتشدوا دوك القريعات حتى تساليهم تزيروهم مزيان، ديروهم في كوكوط اللي فيها الماء وتسدوا عليهم 25 دقيقه حتى تصفر صافي، وكيبقاو معاكم بحال المصبره ديال الزنقه. عاد من بعد غناخذ داك القريعات وغندير فيهم معلقه ديال الملحه
انا ما عمرش المعلقه كلها، تقريبا خاصها واحد شويه، كل قرعه كندير فيها الملح. بهذه الطريقه صافي. وكنجيب الخل، كناخذ الخل، سواء الخل العادي اللي كتستخدمه او الخل الابيض اللي عندك. انا استعملت غير هذا، ما بقاش ليا الاخر سالا، خدمت غير بهذا. معلقه كبيره في كل قرعه، كندير القرعه الاولى، الثانيه والثالثه كندير فيها حتى هي معلقه كبيره ديال الخل صافي. وكناخذ داك الماء اللي سلقت فيه الذره كنعمر القراعي حتى تغطى الذره. علاش قلت لكم كثروا الماء؟ باش غتعمروا. الا كان ما بقاش ليكم تقدروا تضيفوا الماء سخون، الا مثلا ما كفاكش داك الماء اللي درتي فيه الذره ونشف لك منه، تزيدي الماء سخون على هذاك الماء، ماشي مشكل. صافي عمرت القريعات ديالي كلهم. غنجيب الغليق وغنسدهم مزيان باش ما يدخلش ليهم كاع الهواء، حيت الا دخل ليهم الهواء غادي يخسروا. اما الا كانت في الثلاجه تقدر تصبر. انا هنايا وحده درتها في الثلاجه باش نستعملها، وجوج درتهم في البلاكار. المهم كنسدهم كلهم ونتاكد انني زيرت عليهم. ها هما الذره ديالي العلب كلهم، غنشدهم غنقلبهم وغنخليهم ليله كامله، حيت هذه الطريقه باش يبقاو مصبرين معايا. الطريقه الاولى. وها هي الذره ديالي ولات موجوده، ها هي خليتكم مع الصور. دمتم في رعاية الله وحفظه. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو، وديروا لايك 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 البنات ما تنساوهاش. والله يعاونكم، مع السلامة.